مفيش، ابوكي بيقول لي لمي هدومك وامشي. خدي هدومك كلها يا اختي وامشي، ده انت بنت ناس، هو هيلاقي زيك؟ ايه؟ بصي انت هتجيبي اكبر شنطه عندك وهتلمي فيها الحاجات اللي هقولك عليها دي. اول حاجه هتاخديها البلاي ستيشن والراوتر والشواحن كلها. بس كفايه قوي كده. بس ايه اتقلي؟ ده انت تلمي هدومه كلها وتحطيها في الغساله وما تحطيش مسحوق. امال احط ايه؟ حطي ميه نار. ميه نار؟ ده يقتلني عشان تبوظ هدومه كلها. بس كده؟ بس ايه اتقلي بقى؟ ده انت تعرضي شقتنا دي على اوليكس بسعر خيالي عشان يبات في الشارع ويعرف ان الله حق. ايه الجبروت ده؟ قوليلي وايه كمان؟ مش بس كده، انت هتجيبي كيسين دقيق وتحطيهم في الدولاب وتبلغي الشرطه، هيجوا يقبضوا عليه، هيقضي شهر عقبال ما يعرفوا ان ده دقيق. بس اهم حاجه ما يصعبش عليك عشان انا عارفه انك انت قلبك طيب. لا ما تخافيش، ده اللي بياكل عيش، لازم تجمدي قلبك كده. ولا اقولك خلاص كفايه عليه كده، ده ابويا برضه. بقول لك ايه يا بابا، هي ليه الوليه ماما دي مش بتعمل لك اكل كل يوم زي الناس؟ وانت مالك انت يا حقيقه؟ اما نشوف انت اما تتجوزي هتعملي ايه. ده انا هعمل لجوزي احلى اكل، هعمل له جدول من دلوقتي طبيخ لطول الاسبوع. يعني يوم الاحد هتعملي ايه؟ يوم الاحد مكرونه وبانيه. طب ويوم الاثنين؟ ويوم الاثنين هاخده ونروح عند امه عشان اكيد وحشه اكلها. طب والتلات؟ هنروح ناكل عند اهلي بقى عشان اكيد وحشني اكلكم. طب والاربع؟ هياخدني ونخرج نتغدى بره. الله. طب والخميس؟ لا الخميس هنطلب دليفري جاهز يا اخويا، امال هو متجوزني ليه؟ طب والجمعه؟ يوم الجمعه هو عند اهله وانا عند اهلي، هو احنا لازم نلزق في بعض طول الاسبوع؟ عندك حق. يفك عني بقى حبه. هتطلعي لمين تربية امك فعلا؟ بقول لك ايه يا بابا، دي اخر سنه ليا في التعليم. ليه يا حبيبتي؟ عشان السنه الجايه هاخد كيمياء وفيزياء واحياء ورياضه. ده طبيعي يا حبيبتي، الناس كلها بتاخد المواد دي. طب جمع يا اخويا كده اول حرف من كل ماده وشوف هيطلع ايه. كفار. برافو عليك، فانا واحده مؤمنه وعارفه ربنا. ونعم بالله يا حبيبتي. فعشان كده انا مش هكمل. انت بتقولي ايه؟ اكفر يا اخويا عشان اتعلم. هو انا ازاي ما خدتش بالي؟ ومش هدرس السنه دي كمان، انا هروح اصلي الظهر. دعواتك يا حاجه. بابا منور الدنيا كلها يا حبيبي. يا لهوي على ذوقك وادبك، بنورك يا حبيبه بابا. نور ايه وبتاع ايه؟ عارف انا بقول لك كده ليه؟ ليه طيب؟ عشان انت قايد نور الشقه كله. انا فهمت غلط، معلش. روح يا عم طفي الانوار دي كلها، ده الكهرباء كل شويه بتقطع، اعمل حاجه ليها لازمه في حياتك. حاضر، هقوم اطفي النور.